أهلا بيكم. معاكم أسماء ودي قناتي أسرار مع أسماء. النهاردة هحكي لكم عن قصة لو شفتوها في فيلم هتقولوا مستحيل، لكنها حصلت وحقيقية 100%. قصة راجل تحدى الموت، مش مرة واحدة ولا 2، ده 7 مرات. قصة بتعلمنا إن طول ما في نفس يبقى لسه في فرصة ولسه في حياة. زمان في الأربعينات كان في شاب اسمه فرانك سيلفا من كرواتيا، مدرس موسيقى. كان هادي وبسيط وحياته كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. وفي يوم من الأيام ركب طيارة مع مجموعة من الطلبة. الدنيا كانت جميلة والضحك مالي المكان، لحد ما فجأة حصل انفجار. الطيارة بتقع والركاب بيصرخوا والطيار فقد السيطرة، وفرانك ما كانش لابس مظلة والطيارة بتقع من ارتفاع 3000 متر. كل الناس ماتت، كلهم إلا هو. وقع على كومة قش ضخمة وربنا كتبله النجاة، وخرج من الحادثة دي بكدمات بسيطة. ودي كانت أول معجزة لكنها مش الأخيرة. بعد سنة فرانك كان واقف على القطر والدنيا كانت برد وزحمة جدا، وفجأة الباب اتفتح عليه فجأة واترمى قدام عجلات القطر اللي كان جاي بسرعة مرعبة جدا. الناس صرخوا والقطر عدى فوقه تقريبا، ومع ذلك فرانك بيخرج منها تاني، عنده جروح بس عايش. عدت سنة بعدها وركب أتوبيس كان ماشي على طريق جبلي والتلج مغطي الأرض كلها، والسواق فقد السيطرة والأتوبيس نزل من منحدر شديد. الناس بتموت قدامه، صرخات ودم ودخان. وفرانك عمل ايه؟ ده خرج من الزجاج الخلفي واتدحرج على التلج ونجا للمرة الثالثة. مرت سنين وفرانك قال خلاص كفاية حوادث لحد دلوقتي، وخد قرار انه يسوق السيارة بنفسه. لكن حزام الأمان كان تالف والسيارة انفجرت. النار كانت بتحاصر جسمه والدخان بيملى صدره، وناس كتير حاولوا يساعدوه، والمعجزة انه خرج حي. وبعدها بسنين قليلة سيارته التانية اشتعلت من غير سبب، والنار مسكت في خزان البنزين وحصل انفجار أقوى وأكبر. كل الناس قالوا خلاص دي النهاية، لكن لأ، فرانك نجي للمرة الخامسة. في يوم من الأيام كان مسافر والسواق فقد السيطرة تاني. السيارة بتاعته وقعت من فوق الجبل والكل وقع معاها، الكل مات. وفرانك وقع على شجرة كانت موجودة هناك، اتمسك بيها واتعلق بين الحياة والموت وخرج منها. وفي مرة تانية أثناء ما هو بيمارس رياضة التزلق واحد ضربه فجأة ووقع من فوق صخرة عالية جدا. الناس قالوا ده خلاص مات، لكن المفاجأة انه نجي للمرة السابعة. كل الأحداث دي خلت الناس تطلق عليه اسم الرجل الأكثر حظا في العالم. مش بس كده، الراجل ده كسب 1,000,000 يورو في مسابقة اليا نصيب، وكأن القدر بيقوله كل اللي عدى ده مجرد بداية. وعاش بعدها حياة سعيدة جدا وتزوج وعاش لأكتر من 80 سنة، ومات وهو نايم في هدوء بعد ما غلب الموت 7 مرات. القصة دي مش عشان نقول دي صدفة أو حظ، لكن عشان نتعلم حاجة مهمة قوي. طول ما ربنا كاتب لك حياة ولا قوة في الدنيا تقدر تنهيها. في لحظات هتحس انك انتهيت وان الدنيا قفلت في وشك وان مفيش ولا باب مفتوح،
لكن افتكر فرانك اللي شاف الموت قدامه ومع ذلك كمل وعاش وابتسم. اوعى تستسلم واوعى تفقد الأمل، ودايما قول لنفسك أنا لسه بتنفس، يعني لسه عندي الفرصة. أنا أسماء، ودي حلقة النهاردة من أسرار مع أسماء. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في قصة جديدة قريب جدا. سلام.